احدد اكتر. ايه اللي عمله فوزي لجح لكرة القدم المغربية؟ وصلت كرة القدم المغربية لده احنا ما عملناهوش، بالرغم ان احنا عندنا ممثل زي فوزي بالظبط. اكاديميات حقيقية زي فاكر فايت. واحد السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ تحياتي لكم. معنا خوتي واحد الفيديو من الاعلام المصري، الصراحه غادي يسطيهم هاد فوزي القجح تيحاولوا يحللوا كيفاش ان المغرب استطاع انه يسيطر على الكره الافريقيه بالحكمه والسياسه ديال فوزي القجع والتسيير ديالو للجامعه الملكيه لكره القدم، سيرتو بعد الوصول للمنتخب الوطني المربع الذهبي في كاس العالم، وكذلك سيطرة الفرق ديالنا على افريقيا من ناحيه عصبه الابطال او الدوري الافريقي. بلا ما نطول عليكم اخوتي، نسمعوا شنو تيقولوا في هذا التحليل. سمعوا الخوت. الانديه حتى انت عايز لقجع عمل ايه؟ توزيع الارباح. لا ده انا جاي لك. ما لقجع عمل كده والله يا كابتن. عمل ده. طيب عارف ان الوحيد اللي مسموح له يلعب مين؟ الجيش. عارف ليه؟ كل حاجه اللوائح مفسراها. لانه لديه ما يسمى بالامام الترفيهيه، وفي 8 دول، وامريكا لوحدها يبقى 9 عندها تجنيد ما يسمى بالخدمه الوطنيه زينا. تمام؟ في اوروبا. فهم عندهم يوم ترفيهي بيروح جمهورهم ماتش الجيش. فعنده جمهور. ايوه. واليوم الترفيهي ده بما ان الجيش ما بيديش مرتبات واو للي بيأدوا الخدمه، مظبوط، بيلبس هدوم مدني ويذهب للمباراه. فعشان كده في المغرب لم يتبقى من الانديه دي الا الجيش الملكي المغربي. زي ما كان بيحصل عندنا ما الجمهور كان بيملى. الاربعه الاخرين شاركوا، اللي شارك اتحاد طنجة واللي شارك كذا واللي شارك ماذا. طيب. عشان يفضل بادارته الناجحه مع شريك كروي. انا عايز برضو احدد اكتر. ايه اللي عمله فوزي لجح لكرة القدم المغربية؟ وصلت كرة القدم المغربية لده احنا ما عملناهوش، بالرغم ان احنا عندنا ممثل زي فوزي بالظبط. اكاديميات حقيقيه زي فاكر فايس زمان ما قال في حاجه اسمها المقاطعات. انا بعد ما دربت فرق كبيره رحت ادرب مقاطعه. أيوه. عشان تضخ لمنتخبات الناشئين ثم الشباب ثم اكاديميات حقيقيه، ثم تراخيص للانديه، ثم مفيش حاجه اسمها واحد ما عندوش ملعب. الملاعب اللي بتجري فيها لا مؤاخذه يعني الدواب والحاجات دي، ده مش على قد ايدنا، ده كلام فاضي انك تقول على قد ايدنا تعمل احسن من كده 100 مره. ثم جلب استثمارات، ثم جاب اهل المهجر تمام عشان يزودوا هنا، ثم عمل دوري الرديف عشان مش شويه سماسره يستنوا الاهلي والزمالك لما العيال يبقى عندها 21 سنه وياخدوا يشتغل مرتزقه في بالقاس وفي هيوم والجيزه وكوبري عبود. لازم يبقى في دوري رديف اللي كان زمان في النادي الاهلي فريق الامل. مظبوط. تمام؟ مظبوط. وبنى النظام لا احد يكسره خالص. مفيش هزار يا كابتن. والملاعب اصبحت نسخه بيسموها بي في الاتحاد الدولي. ما حدش قال انها ايه. وبي دي زي حوالي 20 دوله في اوروبا. بالمناسبه يعني انت عارف احنا بناخد السوبر بتاعنا ونروح عند الاشقاء، هم بيروجوا للسياحه في بلدهم، واحنا ليه ما نعملش السوبر هنا وشركه طيراننا الوطنيه وفنادقنا تشتغل على المصريين باسعار الطيران الشارتر، يجيبك 3 ايام هنا تتفرج على السوبر، ويجيب كمان اهالينا في الخليج اللي عايزين يتفرجوا على السوبر. في حاجه دي؟ لا صح، ما حدش فكر لكن فيها. الاسهل هات شركه، الاسهل يلا نروح ويقوم داعي لك 5 6 قرايبك. وانا اعرف بقى ان مجدي رئيس الاتحاد دعا له 5، وانا كمان عايز حاضر اجيب لك تذكرتين. لا بديك بوكيت ماني، بديك بوكيت ماني. يعني انا بديك من جيبي مش من جيبي قوي. جيبك ايه يا عم؟ من المصلحه. من المصلحه. منتخب مصر يا استاذ يروح الكويت ب250,000 وتعدي. يعني في صديقي يعني يعتبر في رتبه نقيب الصحفيين، هي اسمها جمعيه هناك، بكلمه عشان اعرف شويه حاجات. لما عرفت الرقم ده قال لي يا شلتوت والله لو مشى محمد صلاح بالكويت يلم ال400,000، يلم 3 مليون دينار. فانا بقول له يا في الكويت، قال لي لا فعليك في الملعب بس يشوفونه. هو استنكف اني بقول له في الكويت، قال لي ده في الكويت بقى اقول زي ما انت عايز. ازاي منتخبكم يجي؟ طب هو مين اللي اتفق؟ ايه؟ مين اللي اتفق على الماتش ده؟ وليد العطار. مين؟ وليد العطار.
موكلا من رئيس الاتحاد. وما ما بيتحسبش يعني، ما حدش بيتحسب يعني. انت عارف يا كابتن، وانت كنت اجازه وعايش بره، ايه كلنا هنا ما حدش بيحاسب حد. اذا كان في واقعه الجواب اللي اخفي يعني، حتى مع الوزير ما يزعلش مني، طلع قال الحمد لله الحاله هديت يعني وخلاص. بس هو طبعا لا يملك عقوبه يعني تنفيذ عقوبه، لكن بعت لهم، فلما سئل تاني هم ما عاقبوش، لا لا خلاص بقى، ما الدنيا هديت. ما قال لك جهه اللي قالت له مش عارف ايه والقصه، والله انا مش عايز. انا بقول لك، فانت قدام نموذج يمكن تناوله زي ما قلت لحضرتك، بس يبقى فيه يد قويه، هي ما تقلش عن قرار سيادي كبير بالصناعه زي المدن الجديده، زي بس احنا عندنا تحديات تانية يا عصام زي اكتر. هي يا كابتن. عندنا يا كابتن دي مش هتصرف، دي هتضخ يا كابتن. هو كل حاجه هنا لازم تصرف يا عم. طب انا هقول لك حاجه، انا املك بيت يا عم قانون الرياضه ده يا عم، انا املك بيت انا وزوجتي واولادي اللي طلعنا بيه من الدنيا وبنشتغل لغايه سننا ده الحمد لله. تمام. وعربيه تانية، انا اكتب الحاجات دي وادوني اتحاد الكره سنه بس، يا اما يجردوني حتى من الجنسيه ويطردوني بره البلد دي. يا عم يشتكوني، يمكن انا كذاب يا اخي. انا معايا ملفات قد كده عن مشروعات فيها امل. انا ما بقولش يمسكوا حد ولا حاكموا حد. فيها امل لبكره. اذا الاخوان كما شفتوا معنا في التحليل والنقاش من الاعلام المصري كيهضروا فيه على فوزي القجع والطريقه ديال السير ديالو. الصراحه اللي الحمد لله المصريين بعد ما كانوا في السنوات الماضيه كانوا كيتفوقوا علينا بجميع النواحي، الحمد لله دابا هما ولاو كيقتديو بالمغرب في الطريقه ديال التسيير ديالو، خصوصا مع افتتاح الأكاديمية محمد السادس. الصراحة اللي عطات واحد الإضافة كبيرة كما تنقولوا المنتوج الوطني من ناحية كرة القدم، اللاعبين اللي كيطلعوا منها، وهادشي كامل تيرجع الفضل ديالو للرياضي الأول صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله يخليه علينا. والحمد لله كما قلتوا أن المغرب غادي تقاطع سيرتو في هاد السنوات الأخيرة في مجال الرياضة، غادي كما تنقولوا غادي يوصلوا ان شاء الله لبزاف ديال البلايص اللي كما كنا تنقولوا شحال هذيك كنا غير كنحلموا بها، مي دابا الحمد لله بدات كتحقق على ارض الواقع. هانتوما راكم كتشوفوا روسيطا احسن منتخب ديال الفوتسال في افريقيا بجوج ديال الالقاب عربيه، جوج القاب افريقيه. كذلك الفرق المحليه الحمد لله السيطره على افريقيا، جوج ديال الالقاب، لقب في دوري ابطال افريقيا الوداد البيضاوي، وكذلك الدوري الافريقي فريق نهضة بركان. وان شاء الله هذا العام عاوتاني نشوفوا شي فرق اخرى من المغرب، نيس الرجاء ولا الوداد ولا الجيش. المهم فراقي ديالنا تكون ان شاء الله في الادوار المتقدمه ان شاء الله تاع البطولات الافريقيه. وكنقولوا من هنا مبروك للجيش الملكي انه خدا لقب بطوله الخريف هذا العام. معنا خوتي بعض الاخبار من الاعلام المغربي يهضروا فيها على اخبار النجوم ديال المغرب بحال بلال الخنوس لاعب المنتخب الوطني اليوم توج بجائزة افضل لاعب شاب في بلجيكا سنة 2022. وكذلك للاسف اللاعب ديالنا نصير مزراوي غادي يغيب بشكل مؤكد عن مباراة باريس سان جيرمان. نصير مزراوي مازال خصوش تقريبا شي 6 اسابيع باش غادي يرجع ان شاء الله للفريق ديالو. وكذلك معنا بالنسبه للحكيم زياش جا واحد العرض من ايفرتون يبغاه ينضموا في الفريق ديالو، قال لك سيدي ايفرتون ينضم لقائمه المهتمين بخدمات حكيم زياش من اجل تعويض الرحيل المحتمل لنجمه جوردون. يعني قدر حكيم زياش مازال ما عرفناش شنو كاين 100%، مي ايفرتون كما قلنا ولا مهتم بحكيم زياش انه يضموا للفريق ديالو. وهادشي اللي كاين اخوتي من الاخبار ديال اليوم ديال النجوم ديالنا ديال المغرب. اذا الاخوان الى عجبكم الفيديو متنساوش تعملوا فوقكم شي جيم.